السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد يا جماعة من قناة محمود الطيور المصرية، وفيديو جديد كالعادة زي ما عودناكم. الفيديو ده يعتبر رقم 2 بديل البلكم والفلارس. احذر التصفية، ما تصفيش، لقينا في حل للحبوب، في حل للحبوب. وفي ناس بتصفي خلاص، ناس جابت اخرها، الناس جشعوا التجار. حتى لو في بدايل للفلارس والبلكم، جشع التجار بتاع الاسعار مخلي الناس حتى قرفانه من التربيه وزهقانه ومش عاوزه تكمل في الهوايه. دلوقتي مع الخطوات واحده واحده بالراحه كده هنقول لكم علف متوفر في السوق وموجود في السوق السيده عائشه، ولكن بعض الناس ما بتتكلمش عليه. يا جماعه يا ريت نسعى وندور شويه عشان خاطر ان احنا نستفاد. الفيديو ده هقول لك على بديل كمان. احنا الفيديو اللي فات او في فيديو اتكلمنا فيه عن بدايل للبلكم والفلارس، وفيديو جميل جدا وفيه 7 8 حبوب. وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في حساب الواتس. هسيب لكم اللينك ده بتاع الفيديو ده في حساب الواتس، اللي هي كلفة الحمام. وكلفة الحمام مع فيها اكتر من 7 8 انواع. الفيديو ده جميل جدا ومميز كمان عن الاولاني. الفيديو ده جميل جدا ومميز عن الفيديو الاولاني، لان العلف ده بتاكله على طول. يعني العلف ده بتجيبه بتحطه للطيور على طول، سواء استرالي او كوكتيل او روز او فيشر او اي طيور عامه بشكل عام. وتم تجربته مع اكبر واحد او مع اكبر دكتور بيطري، وتم الكشف على الطيور وعلى امعاء الطيور وعلى التسممات وعلى جميع الاعضاء التناسليه. احذر، بلاش تصفي طيورك دلوقتي، صفي نسبه وخلي نسبه، اعمل تجارب. العلف ده جميل جدا جميل جدا جميل جدا، وتمت المعالجه تمام، ومحطوط فيه جميع الفوائد وجميع الفيتامينات والصدف والحبوب والفجل. وبص، حبوب جميلة جدا وعلف متوفر في السوق. سعره هيتراوح لحد 25 جنيه الكيلو. يعني الشكارة ال 25 هتكون مثلا تعملها 550 جنيه. يا عم خلي الشكارة حتى ب 600 جنيه. السعر الكيلو هيبقى معاك زي 25 جنيه، او هيزيد جنيه او 2 جنيه، مش هيجيب ال 30 جنيه. يعني لو انت مثلا ما زلت شغال في كوكتيلات او شغال في طفرات حلوه، هتبدا ان انت العلف ده هيكون معاك في تكلفه حلوه. وهنعمل تكلفه وهنعمل حسبه على مثلا على تجربه العلف ده، هياكل الطير هياكل منه قد ايه في الشهر، وتكلفه الكيلو قد ايه في الشهر، ولو انتجت قد كده هتكسب قد ايه في الشهر، وهتكسب قد ايه مثلا من 10 تجواز كوكتيل، او مثلا اي انواع تانية. هنعمل حسبيا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وهو العلف ده بديل البلكم والفلارس، وعلف للحمام وعلف للعصافير في نفس الوقت. والعلف ده بتجيبه تاكله على طول بدون اي مستنبتات. يعني كلفة الحمام قلنا عشان نقدمها بتستنبت. كلفة الحمام بنقدمها للطيور ان الحبة الذرة الصفراء والعويجة والبسلة والفاصوليا والقمح، الحاجات ديت لازم بتنحط في ميه. ده مش هينحط في ميه يا جماعه، هتجيبه بيكون مدشوش وبيكون متظبط ومعمول لكده. يعني هو معمول، علف العصافير ده معمول لكده. وهسيب لكم ارقام التليفونات بتاع صاحب الشركه او صاحب المصنع في الوصف. يعني هسيب لكم 3 4 ارقام ولا 5 ارقام في الوصف، اسم المصنع، وموجود في سوق السيده عائشه ومتوفر جدا. يعني اللي حابب يبحث على الفيسبوك او على اليوتيوب. ولكن نسعى شويه يا جماعه. يا ريت الناس تبعت الفيديو ده للناس اللي هي مربيه طيور زينه، او انت عندك واحد صاحبك مربي طيور زينه، ابعت له الفيديو ده. لازم نفيد بعض، سواء اتفرجت عليا او اتفرجت على اي قناه على اليوتيوب. اما تستفاد بمعلومه اسمع القناه دي واسمع جميع القنوات. اهم حاجه احنا نوصل المعلومه لبعض ونحط ايدينا في ايد بعض ونستفاد. النوع العلف ده لو هتكتب على جوجل او على اليوتيوب او على الفيسبوك او على اي موقع تواصل اجتماعي، هتكتب العلف المثالي حسام ابو عمرو. العلف المثالي حسام ابو عمرو هيجي لك على طول، وسهل جدا وموجود ومتوفر في سوق السيدة عائشة. ولكن حبينا نقدر ان احنا نتواصل معاكم ونعرفكم العلف ده موجود ازاي. هسيب لكم ارقام التليفونات للتواصل واتساب، وموجود في سوق السيدة عائشة. اسمه العلف او المثالي اكتب كده المثالي للاعلاف حسام ابو عمرو، او تبحث على اليوتيوب او تبحث على جوجل. متوفر وموجود يا جماعه ورخيص جدا. وفي يعني انا مش عشان بس ما اطولش في الفيديو، هنجيب لكم فيديوهات تانية عن العلف ده. علف جميل جدا جميل جدا جميل جدا، وناس كتير مجرباه بقالها فتره. كتير 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 مجربينه وشغالين بيه وجايبين نتائج هايله جدا. وفي ناس عارفه العلف ده. استنونا في فيديوهات تانية كتير جديده.